السلام عليكم. أنا عايزة أكلمكم النهاردة كمعلمة رياض أطفال عن أول يوم وأكتر يوم معلمة رياض الأطفال بتتعب فيه حرفيا ومعاناة. أول ما بتدخل المدرسة كأنها دخلت الجنازة بالظبط، عياط، وكل أم شايلة ابنها عمال بتطبطب عليه وبتسكته، وكل أب شايل ابنه علشان ماسكه من قفاه علشان خاطر ما يهربش بره المدرسة. بدخل الفصل بتاعي وأنا وشريكتي، وبعد كده بنقفل الفصل بالمفتاح. عارفين ليه؟ لازم نقفله بالمفتاح لأن عندنا يا ابني المدرسة مش مكان للبلطجة. هو ده الواد ابو صلاح؟ ايوه خلص وحصلني. خد لمبي بلا لمبي بلا لمبي. عايز يهرب بأي شكل من الأشكال، عايز يهرب. فأول ما بيشوف بس باب الفصل مفتوح هو عايز يطير على بره، هو بيهرب. فطبعا احنا بنقفشه من قفاه، انا بشيله من قفاه وصاحبته بتشيله من رجله، وبنشيله بالظبط هيلا بيلا وبنرجعه تاني، وهكذا طول اليوم لغايه اخر اليوم ما بيخلص. ده بالنسبه لاول طفل بنعاني منه كل سنه وبنشوفه كل سنه. والله العظيم يا بابا لو ما خدتنيش معاك لو نتثبت على كل حاجه. اخواتي انا الوقت ده ما يلزمنيش. ايه اما بالنسبه بقى لتاني شخصيه معانا، عياط طول الوقت. مش عايزه اقول لكم ان عياط بس، لا، هي الدموع بتنزل وحاجات كتيره تانية بتنزل. دموع بتنزل ومناخير بتنزل وبق بينزل، هو كله تقريبا بينزل. طبعا ايه يعني، ده بيخلص تقريبا كل بكر المناديل اللي عندنا في القاعه او في الفصل، بيخلص كل بكر المناديل علشان خاطر نسكته. يا حبيبي اهدى، لا انا عايز ماما. يا حبيبي اهدى، لا انا عايز ماما. طيب بعد شويه هنمشي، لا انا عايز ماما. وطبعا ده انا مش عايزه اقول لك ان هو بيبقى مضطره ان انت تاخديه في حضنك، وكل اللي بينزل ده طبعا يعني بديهي، يعني شيء عارفين طبعا هينزل فين. فطبعا المناديل بتبقى مش مكفيه والصح بيبقى شغال. وده طبعا برضو تاني شخصيه معانا، وده بتبقى من اول اليوم لاخره سيادته عياط ما بيفصلش. قناه الجزيره وصلت. اما بقى تالت شخصيه معانا، ده مش عايزه اقول لكم عليه. انا شخصيا كان المفروض اتعلم له كاراتيه او كونج فو عشان خاطر اعرف اتعامل معاه. الشخصيه ده حرفيا لازم يجي له كل سنه، وهو طفل الكونج فو. طبعا ده هو بيلعب عليك كونج فو، انت واقفه، انت بتمسكيه من ايديه بيضربك برجليه، بتمسكيه من رجليه بيلطشك بايديه، بتمسكيه من ايديه ورجليه طبعا بيخبطك روسيه. طبعا انت بتبقى عايزه هيغمى عليكي خلاص. طبعا ده الطفل العنيف. شراوي بعت لنا فندم ولا ايه؟ العنيف جدا ده احنا لازم نمسكه كده ونكتفه احنا الاتنين عشان نعرف نسيطر عليه، يا اما ان احنا نفضل نتحايل عليه طول اليوم علشان خاطر يبطل عدوانية وعنف، ان هو طبعا ايه مش عايز يقعد في المكان. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اسمع، انت تروح لامك، خلاص روح لامك، كفايه اللي عملته فيا وفي عمامك، امك اولى بيك. لا انا ما اقدرش اسيبك يا جدي، ما اقدرش. لا سيبني سيبني بدل ما اسيب الدنيا انا وارحل. اما بقى بالنسبه للشخصيه اللي بعد كده، الشخصيه اللي بعد كده هي شخصيه الطفل التايه، وهو تحس كده ان هو تايه او سرحان او حاسس ان هو نايم وبيحلم. ده ما تفهملوش، هو طفل بيبقى قاعد كده وفاتح بقه ومبحلق وقاعد يبص لكل اللي حواليه وهو مش فاهم دنيته اصلا، هو راح منين او جا منين. يا حيوان يا متخلف، انت اطرش يا حيوان. شخصيه الطفل اللازق، وده بطبيعته بيبقى عطوف وحنون، وطبعا الطفل ده بيبقى لازق فيكي طول الوقت. طبعا ليه متطلبات، هو شخصية متطلبة جدا من الناحية العاطفية. طبعا هو عايز حنان، عايز عاطفة، عايز احضان وبوس، وعايز تكتبي فيه قصايد من الشعر. انت حلو، انت جميل، انت حبوب، انت لطيف. وبالتالي انت برضو بيتقالك قصايد من الشعر، انت جميلة يا مس، انت حبوبة يا مس، انت انا بحبك يا مس. وده ما تعرفش امتى حصل، من اول يوم الحب والعاطفة اللي طلعت دي مرة واحدة. احنا واحده في المجره اللي هي القمر بنت العسل، اللي هي ايسو دي كنا بنتكلم عليها من شويه. عندك بقى الطفل المادي او بتاع مصلحته،
اللي هو يعني ايه بقى، اللي هو تحس ان هو كده مش همه الدنيا ولا همه الحياة اساسا، وهو كل مصلحته وكل تفكيره في مصلحته بس، كل تفكيره ان هو ياخد المكافآت والهدايا والبونبوني واي كاندي عندك في القاعة، هو عايز مكافآت. هتقعديني قبضيني. النبي هتجيب جنيه، والنبي هتجيب جنيه، ربنا يخليك، والنبي هتجيب جنيه، والنبي في عندك بقى يا عمي وحياة امك هتجيب جنيه، والنبي. يبقى طفل بقى ده بقى مش عايزه اقولك ايه هو ده بقى عايزه امسكه واجيب مسمار وادقه في الحيطه واعلقه واجيب سوليتيب كده وايه واربطه زي المومياوات كده واحنطه. ده طبعا بيبقى داخل بقى اللي هو عارفه انت بقى الطفل بقى اللي هو داخل بقى متهور على كل شيء، بيمسك في كل حاجه، بيمسك في كل حاجه في القاعه، بيهد الالعاب، بيكسر في الالعاب، بيرمي الكور في كل مكان. انت بتبقي دايره وراه تلملمي ومش عارفه تعملي ايه بالظبط معاه، مش عارفه تهديه، هو بيبقى طايح في المكان، طايح بالظبط في المكان، كأن انتوا فاهمين طبعا، كأن واتساب بقى، اتساب في المكان، فالمكان بيتهد حرفيا علينا وعلى كل اصحابنا وعلى هو ذات نفسه شخصيا. في كمان عندك الشخصية الذكية، في بقى طفل عنده كده اتزان نفسي واتزان عاطفي، وتحس كده ان هو يا واد يا تقيل، وقاعد كده بس بيبص وبيترقب بس كل اللي حواليه، وقاعد كده مركز في كل شيء وفي كل حاجة حواليه، وده الى حد ما بيبقى هادي وفاهم هو داخل يعمل ايه بالظبط. بمعنى اصح هو طفل عنده خبرة في الموضوع. عندك كمان الطفل اللحوح اللي كل 5 دقايق بيجيكي ومتطلب جدا، يا مس انا عايز اكل، يا مس انا عايز اشتري، 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 لغايه ما تستسلمي وتفضل اشتري واتفضل بكل صدر رحب. يا مس انا عايز باثروم، يا مس انا عايز ماما، يا مس اتصلي لي على ماما، يا مس اتصلي لي على ماما. وده بقى الحاح شديد، يا مس يا مس يا مس يا مس يا مس، يا مس صاحبي ضربني، يا مس صاحبي شتمني، يا مس خد مني شنطتي، يا مس لمس الكرسي بتاعي، يا مس بصلي بعينيه، يا مس لمسني بايديه. عايزه اقول لكم عليه اغنيه، وهو ده الطفل اللحوح، بيبقى مش ممكن. ماما